كتف مشوي بالفرن مع الخضار، شيء خطير يا جماعة. عندي كتف خروف وعندي هني بهارات مشكلة مثل ما انتم شايفين، راح اخلطها كلها مع بعض وادهنها بالكتف، كلها مكتوبة بالضبط بالتفصيل تحت. ارش البهارات على اللحم وادهنه. راح احط شوية زيت على كل جهة يا جماعة، تمام. وارش من بهاراتي، انا استخدمت بهار اللحم بهاري انا نوستالجيا، البوكس تشوفونه موجود بالموقع ينباع، يعطي ريحة وايد خلينة حق اللحم. كذي تبلت اللحم، راح اخليه على جنب اغطيه واحطه بالثلاجة على الاقل ساعتين عشان ياخذ التتبيلة. عندي هنا انا خضار مشكلة وعندي بهارات تقريبا نفس البهارات مالت اللحم، معاهم مكعب لحم او مكعب دياي، تمام. راح اذوبه كله بماي حار الحين. خلطت كل شيء مع بعض هني انا، بس الخضار لحم ما حطيت البهارات، بنزل عليهم زيت زيتون كشخه. عندي شويه بهارات ورق غار دارسين هيل ومسمار، زائد اللي قلت لكم عنه مساع البهارات اللي حطيت عليها الماي الحار انزلها فوقها. عندي هم هني بهار زاد يا جماعه، راح ارش فوقهم بعد شويه، تمام، عشان اعزز النكهه. بس شي خلصين. راح اغطيه بورق زبده وقصدير، اصكه عدل يا جماعه لا ينسم. دخل الفرن 3 ساعات على حراره 180. نبلش بالعيش، راح احط بصل مع زيت. نزل بهارات العيش، عندي مكعب دياي هيل مسمار دارسين ورق غار. نزل الثوم قلبتين على السريع، بعدين نزل باقي العيش. نزل العيش، انا عندي عيش مزه استخدمت ابو كاس. راح انزل الماي واخليه فوق العيش 1 سنتي او اصبع، شفتوا صبعي هذا عرض الصبع. نسكر الراس ونحطه على طربجة العيش، لا تنسون تسكرون الراس هني. هذا جدرنا، طلع يا جماعة ونقلب. ما عليه ما عليه. هذا الخضار وهذا الكتف، عليكم بالعافية يا جماعة.